هقول لكم ازاي تعملوا برجر فراخ صحي جدا وكمان طعمه حلو. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. جبت كيلو من الفراخ البانيه فرمتها، وبعد كده في نفس الكبه بطاطسايه كبيره مسلوقه فرمتها وحطيتها عليه، وجبت خلطه ماجي اللي هي بتاعه البرجر وحطيت عليه ملح وفلفل اسود. بعد كده جبت دقيق وبيض وبقسماط، حطيت الاول في الدقيق بعد كده البيض وبعد كده البقسماط. وفي الاير فراير هندهن زيت على البرجر من فوق ومن تحت وهنسيبه 15 دقيقه. هيطلع احلى برجر، وكمان مش هتفرقوا بينه وبين متحمر في زيت غزير، وطري كده وجوسي وطعمه بجد خطير. هنجيب شريحه من الخبز هنحط خس عليه، بعد كده قطعه من البرجر وبصل وطماطم وشريحة تانية من الخبز. بعد كده هنحط مايونيز وكاتشب، هنحط قطعة من البرجر وهنحط خس وطماطم وبصل وزي ما تحبوا. لو عندكم جبنة ممكن تحطوا، بس انا مكانش عندي جبنة فما حطيتش. واخر حاجة شريحة من الخبز نقدم معاه بيبس او نقدم معاه عصير. فرحوا لكم واعملوه. هقول لكم ازاي تعملوا برجر فراخ صحي جدا وكمان طعمه حلو. يلا بينا بسرعة نبدأ في الوصفة. جبت كيلو من الفراخ البانيه